أبو محمد الذي مضى له شهرين منذ خروجه من السجن لا نرى ملامح الفرح عليه، نجد الحزن يقتله من الداخل كأن الذنب يطارده. صراحة كانت حياتي حياة جميلة سعيدة، عايش مبسوط. كل ما أتمناه ألقاه وظيفة مرموقة، عندي قبول من الناس من المجتمع، كان عندي أصحاب كثير، طموح كبير إني أكمل بعد ما خطبت وملكت إني أتزوج. لكن الآن للأسف كل شيء ضاع. أهلا وسهلا فيك. الله يعطيكم العافية، وأتمنى إن شاء الله رسالتكم تصل. إن شاء الله. دخلة السجن علمتني وش النعمة اللي كنت أنا عايش فيها. كانت لي حياة زينة. دخلتي للسجن كنت أعد الأيام وأحسب الثواني. أخذت جزائي في الدنيا دخلتي لها السجن، ودفعت ثمن غلطة من الشيطان. السجن باختصار يا أخوي قدر، ظلام ظلام ظلام. خرجت من السجن، عاقبوني وصدهم عني، الأقارب، الأعمام، الخوال، الكل. واللي زاد الطينة بلة المجتمع مو راضي يقبلني نهائيا. ليش؟ وش سويت أنا؟ غلطة ودفعت ثمنها. أبي أتزوج، حياتي كلها تدمرت. طلعت من السجن وليتني ما طلعت. ليش المجتمع كذا؟ ليش؟ لكن اللي يقهر أخوي بدر إن الناس تخلوا عنك، تركوك. كلمني وش أسوي؟ طيب أسرق ولا أنتحر ولا أبيع مخدرات؟ يا أخي كل إنسان خطاء، لكن الله غفور رحيم. الله غفور رحيم. ليش المجتمع كذا؟ بس أبي أفهم ليش، متى ينتهي هالحال؟ أخوي أبو محمد، إذا حابب أنك توجه كلمة لمشاهدينا عبر برنامج صباح السعودية. أنا أتمنى أنه المجتمع يتقبلنا، أنا والسجناء اللي أخرجوا مثلي، أيضا الأخوات السجينات اللي غلطوا وتأهلوا وطلعوا، لأنه الدولة جزاها الله خير ما قصرت معنا. بوزارة الداخلية أيضا سووا برامج تأهيلية، علمونا، عرفنا قيمة الغلطة. ما باقي إلا المجتمع بس يتقبلنا، لأن المجتمع هو اللي يحتاج تأهيل مو بحنا. لا يزال هذا الخطأ يلاحقه في عيون المحيطين به، فإن ذهب هنا وهناك تطارده النظرات. هل هناك أعظم من سجن المجتمع؟ وهل هناك أكثر عفوا من الرحمن الرحيم؟ إلهي اغفر لقومي إنهم لا يعلمون.